السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الأكاديمية هنا يا جماعة بنمرن كونغ فو، كيك بوكس، ومواي تاي، وام ام اي. الشهير قوي اللي هو الكونغ فو والكيك بوكس. الناس لما تيجي تسألنا ايه الفرق بين الكونغ فو وايه الفرق بين الكيك بوكس، اودي ابني في انهي لعبة احسن. لو حضرتك ما عندكش علم باللعبة، يعني هو كل الألعاب كلها شبه متشابهة، ما عدا القوانين، يعني قوانين اللعبة نفسها. بس هنتكلم مثلا عن الكونغ فو. الكونغ فو ضرب بالايد والرجل وشيل ورمي طرح. تمام. الكيك بوكس ايد ورجل بس. تمام. لو قلنا مثلا انا ابني عايز يلعبها لغرض دفاع عن النفس، اللي هتعلمه مثلا في الكونغ فو هو اللي هتعلمه في الكيك بوكس، بس في الكونغ فو زياده طبعا، اللي هو الاشتباك، اللي هو الطرح زي المصارعه كده. طيب. هنسهل الموضوع شويه. عامل زي واحد بيمشي 5 كيلو، وواحد بيركب نفس المسافة. يعني واحد راكب عربية مثلا، نفس المسافة اللي هيمشيها التاني على رجله. اللي هيمشي على رجله هيتعلم في وقت كبير. تمام، هياخد المسافة بتاعته دي في وقت كبير. اللي هيركب عربية أو وسيط مواصلات هياخدها في وقت قصير. فزيها كده، ده الكونغ فو اللي هو ماشي على رجله، بس هو بيتعلم حاجات كتير طول ما هو ماشي، شايف اللي حواليه كتير. تمام. الكيك بوكس هيتعلم هو الشغل، بس ايه، بشكل سريع شويه، لان هو بيعتمد على اللكمات والرقلات بس. تمام. لكن الكونغ فو بيعتمد على اللكمات والرقلات والمصارعه. تمام. طبعا كده، ده في دفاعات وده في دفاعات، ده في لياقه بدنيه عامه وده في لياقه بدنيه عامه، وفي لياقه بدنيه خاصه ولياقه بدنيه خاصه. بس ده يعني تبسيط كده، ايه، للشكل العام يعني. واللي عايز يلعب هنا يلعب، واللي عايز يلعب هنا يلعب، واللي عايز يلعب الاتنين ممكن يستغل فترة الصيف ان هو ممكن يلعب مثلا يومين كونغ فو، يوم كيك بوكس، يومين كيك بوكس ويوم كونغ فو، مفيش مشكلة برضه. وبالتوفيق لكل الناس ان شاء الله.